سلام عليكم. الحمد لله ربنا لطف بمصر وأنقذنا من زلزال قوته 6.2 ريختر. فأول حاجة عايزة أطلبها منكم جميعا بعد ما تشرفوني بمشاهدة الريل ده، يا ريت كلنا نسجد سجدة شكر لله تعالى على وافر حفظه لينا. تاني حاجة بقترحها إن احنا كلنا الساعة 11 مساء نصلي ركعتين شكر لله. الميعاد ده أنا حددته عشان أكبر عدد من الناس يكونوا شافوا الريل، وبدعوكم انكم تعملوا له شير على اوسع نطاق، علشان فعلا نبقى نوري ربنا مننا كده ان احنا شاكرين فضله علينا. وده اول مستوى من الشكر يا جماعه، هو الشكر بالقلب او بالعباده. تاني مستوى من الشكر هو ان احنا انا حصل لي حاجه النهارده، ان انا كان في موضوع نايمه هو مضايقني. لما صحيت على خبر الزلزال الموضوع امره هان، فانا عايزاكم تعيدوا نظر كده بالحاجات اللي مضايقاكم، ان الدنيا دي في لحظه ممكن تنتهي. دي رساله ربنا بعتها لنا، فعيدوا نظر في الحاجات اللي مضايقاكم كده، هتلاقوا يمكن مشاعركم حته تتزن اكتر. عشان طبيعه رحلتنا في الدنيا. تاني حاجه، يا ريت كل حد فينا يفكر الشكر العملي لله سبحانه وتعالى انه ادانا فرصه وحفظنا. ايه اللي ممكن نصلحه في نفسنا ولو حاجه صغيره، نبقى كده شكرناه بجد ونستحق رضاه علينا. اشكركم.